لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أنا مصر أكتر منك ومن اللي جابوك. أنا عايز مصر تاخد البطولة، مش عايز لا حسام حسن ولا أي حد. مصر اللي هي إحنا قاعدين في خيرها، واخد بالك؟ لا أنا مصر يا حبيب قلبي، مش أنا اللي بتاع مش أنا بتاع اللجان، واللي يعمل لي بودكاست عليا، واللي يعمل لي مش عارف إيه واللي ده بيحللوا كلامي وما بيحللوش الماتشات بتاعت مصر، بيطلعوا يحللوا كلام. انت مالك ومال امام عاشور؟ طب ما انا اول واحد قايل على امام عاشور في الماتش الاولاني، انا اول واحد ندافع عنه وقلت له انت كده ظلمت الراجل ده، يا تلعبه وتخليه يكمل لغايه الشوط الاولاني ما ينتهي. بايه بعك وربك يفك. فاحنا كنا اصلا مش مصريه يا عم، انت مالك؟ خليك انت في اللي انت فيه، هات البطوله زي الكابتن حسن شحاته والكابتن جوهري، وبعد كده اطلع قول اللي انت عايزه، افتري براحتك. انما انت كسبت لي بنين، طلعت وقلت. وطبعا اللجان والمطبلطيه اللي هم ودوه في داهيه، واللي هم نفخوه على الفاضي من غير اي امكانيات فنيه. اقسم بجلاله الله انت اقل مدرب فني مسك منتخب مصر في طول الفتره اللي انا شفت فيها المنتخبات، من اول ما وعيت على الكوره من سنه 74، البطوله الافريقيه اللي كانت موجوده عندنا هنا في القاهره. هو يضحك علينا ويقول لك ايه؟ اصل انا بلعب ان انا بفضي المساحات من ورا صلاح ومن ورا مرموش عشان ان انا استغلها. فين يا ابني؟ طب ما الكلام دوت لو انت بتلعب صانع العاب بجد ومجرش. احنا ما بنلعبش كوره، احنا الله يكون في عون صلاح ومرموش. اقسم بجلال الله الله يكون. وبعدين انت عايز تلعب بطريقه زي دي لازم يكون في صانع العاب، عشان لما تمسك الكوره نطلع عليه هوب يحط صلاح في الحته الفاضيه، زي ما كان ابو تريكه بيعمل ايام برادلي. فاكرين ايام برادلي؟ كان ابو تريكه يفضل طول المباراه بيجري عادي، هوب اول ما تجيله قوم جاي حاططها لصلاح، صلاح يروح يخلص الماتش. وخدنا ساعتها العلامه الكامله. ليه؟ لان صلاح ابو تريكه لصلاح جول. انت مفروض بقى كنت لازم تعمل حد من دول، ناصر ماهر، عبد الله السعيد يا راجل اللي عنده 40 سنه، ده انت لو هتستفيد منه في ربع ساعه، في تلت ساعه، في نص ساعه. بس الناس المظلومه دي اللي هو مرموش وصلاح شلوط، يا ابني مش هم دول اللي هيطلعوا. وبعدين كمان يا ريت شلوط وبتلعب مصطفى محمد عشان يطلع يسند هنا ولا يسند لده. لا، ده انت بتلعب بطريقه ما شفناهاش ولا هنشوفها. انت بتلعب بطريقه اللي هي ايه؟ عصفور. فاكر انت فيلم طاقية الإخفاء؟ فاكر عصفور؟ انت عامل لنا فيها عصفور، بتلعب بطريقه. عامل لي احسن مدير فني. انا مش عارف الراجل ده سايبينه ازاي في الاعلام بيطلع يتكلم على اي حد. الراجل ده مين اللي سنده؟ مين اللي بيقدمه؟ مين اللي بيطلعه على القنوات؟ انا معرفش. طالع بيهاجم الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن، وبيهاجم نجاحاتهم مع المنتخب المصري. ده يا جماعة مش هجوم فني، لا اكتر منه ان هو حقد وغل على الكابتن حسام انه مسك المنتخب المصري. واخر رضا عبد العال ده بني عبيد وفرق في الدرجة التانية اللي نزل بيهم وهبطهم، وفي الاخر بيطلعوه في القنوات كسبيل ان هو يهاجم الناس ويغلط في الناس ويشتم في الناس، على ان هو يجيب مشاهدات ويجيب يعني ارباح للقنوات اللي هو بيعمل فيها. بس كله الناس فاهماه والناس عارفاه ان كله في الاخر على الفاضي ومفيش منه رجا. المفروض الكابتن حسام حسن ان هو عمل شكوى للاعلى الاعلام. انا بقول ان هو مش هتجيب نتيجة لانهم هم اللي سايبينه ويعمل اللي هو عايزه في البرامج.